زي ما قلنا قبل كده ان كل السوائل بتاعت العربيه بتتغير، بما في السوائل دي زيت الفرامل. ايوه، زيت الفرامل بيتغير. سائل او زيت الفرامل هو سائل زي اي سائل ليه خواص ومع الوقت بيفقدها. زيت الفرامل هو زيت شره للرطوبه، يعني بيمتص الرطوبه من الجو بسرعه، عشان كده لما زيت الفرامل بيقع على حاجه بنغسله بميه عادي، وده اللي بيحصل جوه دوره الفرامل عندك. بالرغم من ان دوره الفرامل دي دوره مغلقه، الا انها مع الفرامل وحراره الجو وحراره التيل والطنابير الحراره دي بتتنقل للزيت ويبدا مع الوقت يفقد الخواص بتاعته. فمع الوقت ومع امتصاصه للرطوبه بيبدا يطلع فقاعات هواء صغيره. الهواء ده بيأثر على قوه الفرامل وبيخليك تحتاج تضغط اكتر عشان العربيه تقف. وكمان زيت الفرامل مع الوقت لما بيفقد خواصه بيأثر على الجلود والصبابات اللي جوه منظومه الفرامل، وخصوصا جوه المصدر العمومي بتاع الفرامل، وممكن يبوظها ويأثر على قوتها وطريقة عملها. فالأفضل إنك تغير زيت الفرامل حسب كتالوج الصيانة بتاعة عربيتك. زيت الفرامل يفضل إنه يتغير كل سنتين حتى لو ما مشيتش بالعربية، ولو بتمشي بيها فمعدل تغييره من 40 ل 50 ألف كيلو، وسعره على فكرة مش غالي، ده هيكلفك بالكتير 300 جنيه. وخلي بالك لما تيجي تغير زيت الفرامل ما تحطش أي زيت، هتلاقي القربة بتاعة زيت الفرامل مكتوب عليها المواصفة بتاعة الزيت بتاع عربيتك سواء دوت 3 أو دوت 4، وما ينفعش تحط زيت دوت 3 في عربية بتاخد دوت 4، بس ممكن تعمل العكس لأن الدوت 4 بيستحمل درجة حرارة أعلى ودرجة الغليان بتاعته أعلى من الدوت 3. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والشير والفولو، وابعته لصاحبك اللي ما بيغيرش زيت الفرامل.